السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مات زكي الشكنان، كنتمنى كلشي يكون بخير واموركم طيبه. ثاني حاجه نبغي نقول لكم هي شكرا بزاف على التعاليق الايجابيه اللي فريمون خلاوني نعرف باللي راه فريمون كاينه ناس كتسناني وكاينه ناس كتسنى الفيديوهات ديالي، وداكشي علاش رجعت باش ندير لكم في هذا الفيديو ان شاء الله، وغادي نبقى نرجع ديما وغادي نبقى نفيدكم. الناس اللي ما كيعرفونيش، محمد زكي بي اتش دي في الكيمياء العضوي، كوت سبورتيف اي بريباراتور فيزيك، واليوم غادي ندوي لكم على 10 الاغلاط كديرهم في التريننج ديالكم اللي ما كيخليكمش بروغريسيو. سو ستي توند اند ليتس جو. السكريبت ديالنا هو هذا. اول حاجه ما كتسخنش، خاصك اول حاجه تعرف علاش خاصك تسخن بيان سور، تطلع الحراره ديال الجسم، تلين الجوينتس ديالك ولا المفاصل ديالك، غادي تضخ اكسجين في العضلات ديالك، وغادي تخلي العقل ديالك يتكونيكط مع البادي ديالك. سو كوم سا مني تريني شي ميوسكل تحس به وتضخ فيه الدم، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيترينيو دي زيكزارسيس اللي ما كيحسوش بهم وباقيين كيترينيوهم، كيقول لا راه يقدر راه كاين شي افي انا ما عارفوش. نو، فين ما كتريني شي ميوسكل خاصك تحس به، اذا ما كتحسش به راه ما كترينيش مزيان ولا بد. يعني فين ما كتريني شي ميوسكل خاصك تحس. يعني نقدر نقول لك بلي الميوسكل الوحيد اللي ما كيتبومباش فاش كيتضخ فيه الدم هو الفاجينا عند المراوات. يعني حتى الرجال البينت ملي كيتضخ فيه الدم كيتبومبا، الفاجينا هي الحاجه الوحيده اللي يتلوزنا ملي كيتضخ فيها الدم. الميوسكل الوحيد في الانسان اللي عند المراه. هاد العباديه بين قوسين. تخيل معايا انت كتخلي هاد الفوائد كاملين وكتبدا لونطرينمون ديالك ديريكت، صراحه مستحيل انك تريني وانت ما مسخنش. يعني كيجيو الماسل امبالانس ان انجريز من هذه القضيه هذه، وبنادم ما عارفش ما عندناش الثقافه ديال التسخين. اي واحد تفرج في هذا الفيديو بليز سخن على التريني. الثانيه هي ما كترتاحش بزاف صراحه. الريست خاصك فريمون تكونسيديريه بحال لونطريمون ولا اكثر من لونطريمون. والريست راه خاصك ترتاح نهار الريست ديالك، غير تخدم ترتاح، دير حمام، تنعس مزيان، تاكل بيان سور قلل من الكاربس، تاكل لي سالات. يعني حاول انك تكبر هذيك الريكفري ديالك. والريكفري بيان سور ما كتكونش دابا، حيت كاين اللي ما كيحسش بالعيا ما كيرتاحش. الريكفري ما كتكونش غير في العضلات، المشكله الكبيره كاينه في النيرفس سيستم، الجهاز العصبي. حيت اذا هكشي الجهاز العصبي ديالك راه ما غاديش تبقى تبروغريس، مستحيل. واذا هكشي الجهاز العصبي ديالك غيخليك يليديك المشاكل واحده اخرى اللي تقدر تكون مشاكل لا في الجسم ديالك لا في المينتال ديالك. ولا بد الراحه كبيره في المعادله. راه عندك الراحه والماكله في المعادله راه كبر من لونطرينمون. هادشي راه خصكم تعرفوه. يعني انا متاكد سمعتيها بزاف المرات، ولكن انا جيت نكونفيرمي لك باللي راه فريمون نهار غادي ترتاح وتبقى ترتاح مزيان غتشوف راسك كتبروغريسي اكثر من انت كتمشي لاصال بالتجربه صراحه. الحاجه الثالثه، كتاكل ديريكتومون قبل لاصال شي حاجه كبيره، ولا كدي معاك شي عصير لاصال. بحال دابا انا هذه القضيه هذه ما بغيتش نناقشها، ولكن انا كنشوف ناس كيديو معاهم عصير لاصال. كل واحد كيدي، كاين اللي كيدي بنانه. بيان سور تقدر تقول لي باللي كاين الناس راه كيترينيو التنس كيديروا بنانه، ولكن لو بي ديالهم ماشي هو الجسم ديالو، لو بي ديالهم هو الانرجي. وسيمبل كاربس كيتبريكا دغيا داون، دونك كيعطيك الانرجي. انت كاتليت خاصك انك تضخ الدم اول حاجه في العضله. ومني كناكلوا وخصوصا وجبه كبيره قبل لاصال، الدم كيمشي ديريكتومون للمعده. هذاك الدم نتايا فاش كتريني كتحتاجوا انك تضخو في العضلات. يعني واحد النسبه كبيره منه كتمشي لهذا الدايجستيف بروسيس اللي انت ما محتاجش انك كاع ديرها. داكشي علاش يا اما اذا كنت تاكل ماكله كبيره تاكلها قبل لاصال بواحد ساعه ونص بحال هكاك، واذا كنتي بغيتي غير تاكل شي حاجه سيمبل كاربس بروتين بالزربه تاكلها ديريكت وتسنى واحد نص ساعه وتريني كوم سا تلقى الدم باش انك تضخو في العضلات ديالك. باسكو اذا ما كانش ما تبومبيش التمرين ما يكونش مزيان، اذا ما تضخش الدم في العضلات دونك ما كاينش الاكسجين وما كاينش ترونسبورطاسيون ديال الحوايج اللي كيمشيو عبر الدم. ما غاديش تستافد بيان سور. كندعيكم انكم يا اما تاكلوا قبل بزاف يا اما تاكلوا شي حاجه خفيفه، وما عمرك تاكل وسط لاصال، ما عمرك تاكل وسط لاصال، ما عندك حتى معنى، زيرو معنى. كاينين دي سبور اخرين كيحتاجوا انهم ياكلوا ميد ترينين، ولكن راه ماشي شي حاجه اللي اناروبيك سترينث ترينين ولا الحديد، راه ما عندها حتى علاقه. الرابعه هي ما كديرش بروغريسيف اوفرلود. البلان ديال بروغريسيف اوفرلود هو شرح صغير. بروغريسيف اوفرلود هو ملي كتزيد، يعني بحال قلتي كل سيمانه كتحاول تبروغريسي. بحال قلتي هاد السيمانه عندك سكواد برا، هاد السيمانه ضرب شي فيه 100 كيلو 10 العدات. باش انك تكون متاكد انك غادي كتبروغريسي في العضلات ديالك وفي السترينث وفي القوه وفي كل شيء، السيمانه الجايه دير 100 كيلو 11 العده، هذا بروغريسيف اوفرلود. ولا دير 101 كيلو 10 العدات. يعني شي بروغريسيف اوفرلود شي دوك الحديدات الصغار اللي كتلقاوهم في لاصال صغيورين ديال كيلو 25، راه هادشي علاش مديورين. يعني هذا هو الكونسيبت ديالهم. دابا كاين شحال من واحد كيشد الحديده كيبقى يضحك عليها، ولكن هذيك الحديده راه فريمون راه طلعوا بها ابطال. يعني كل سيمانه كتزيد غير حديده صغيره، واذا ما قدرتيش تزيد الوزن كتزيد ضربه واحده. المهم توصل للفشل من مورا هذاك الشيء ديال السيمانه اللي فاتت كوم سا كتلقى راسك انك غادي وكتبروغريسي. وهنا خاصك تحترم هذا البروغريسيف اوفرلود. يعني ماشي هذه السيمانه ضرب شي 100 والسيمانه الجايه راه ضرب شي واحد بري ورك اوت واعر مع صاحبك وكتحس براسك صحيح ضرب 120. نو ديسيبلين، فهمتي؟ ضربتي 100 غتبروغريسي اوفرلود 102
ولا غادي اذا ما قدرتيش تزيد البوا تزيد الرابس، اذا ما قدرتيش تزيد العده كتقدر تزيد سات، واذا ما قدرتيش تزيد سات كتقدر تزيد الرينج اوف موشن. الرينج اوف موشن هي انه بحال قلتي دابا البار هنا انت موالف كتهبطها لهنا تقدر تزيد في الرينج اوف موشن، حتى هي كتسمى بروغريسيف اوفرلود. ولكن هذا جو بونس كو موضوع واحد اخر اللي نطرق عليه في فيديو كامل فري في انستغرام غادي يكون حسن اللي ديجا سكريبتيجا. الخامسه هي كتبقى دير دي زيكزيرسيس كتشوفهم في انستغرام بدون اي سبب، وكتبقى دير دي زيكزيرسيس اللي ما كتحس بوالو انت كديرهم. عرفتي راه اخيب حاجه تقدر دير في لاصال في هادشي كامل اللي قلت لك هي تمشي لاصال ودير شي اكزيرسيس بحال هكا حيت شفتي شي واحد كيديرو، والمشكل الاعظم هو ما تحس بوالو وانت كدير شي. انا نعطيكم واحد النصيحه كنت سمعتها من واحد المدرب كبير، شتي فين ما تمشي لاصال وتريني شي ماسل، تريني هذوك لي زيكزيرسيس اللي كيخليوك تحس بهذاك الماسل مزيان. وثاني حاجه خصكم ولا بد توعاو من قضيه ديال البيوميكانيك لي ميوسكل كيفاش كيتضربوا، باسكو بحال قلتي الظهر الفوق والظهر لتحت الشدات هادشي خصكم ولا بد تعرفوه. يعني ولا بد اما يكون عندك كوتش اللي متبع معاك يا اما تكون انت عارف هادشي. الحاجه السادسه هي ما كتستريتشيش، هذه بحال الاولى ما كتسخنش ما كتستريتشيش ورا لاصال ولا في الصباح. انا صراحه كنستريتشي ورا لاصال وكنستريتشي الصباح، وهادشي دابا راه متبعو دابا شي 3 سنين. صراحه حياتي تبدلات كامله بهاد ستريتشين، والبادي ديالي واخا كضرني وادي ولكن كنحس براسي فريمون درت في راسي خير كبير ملي بديت كنستريتشي. ستريتش نورمالمون الدراري بيان سور كو كيعاون الموبيليتي ديالك انك تقدر تحرك، كيعاون انه يكون عندك رينج اوف موشن اكثر. يعني بحال قلتي دابا في السكوات كاين كتشوف ناس كيهبطوا غير النص، هادو الناس ماشي فليكسيبل. اذا كنتي فليكسيبل اذا عندك الانكل موبيليتي، الانكل الشوفيه، اذا عندك الشوفيه موبيليتي والهيبس الورك، اذا عندك الورك موبيليتي والشوفي هنا كتقدر تهبط بالسكوات كامل. هادو اذا كانوا فليكسيبل. اذا ما كانوش فليكسيبل الناس كتشوفهم انهم ملي كيهبطوا كيبداو يهزوا رجليهم واحد التكرفيصه، فهمتي؟ هنا خصك تبدا تستريتشي، باسكو ملي ما كتستريتشيش هنا الفرق ما بين واحد كيستريتشي وواحد ما كيستريتشيش هو الواحد اللي كيستريتشي بزاف كيكونوا لي ميوسكل ديالو بري ابورتي، فهمتي؟ كيقدر يحركهم دغيا. يقدر دابا هو مريح بحال قلتي ساعتين في البيرو 3، اذا شي واحد تشفر ليه تليفون تبعو يقدر يتبعو يقدر ما يجيش اصابه، يعني عنده احتمال صغير انه تجي اصابه. اللي ما كيشتريتش كاع غادي خاصو يسخن لي ميوسكل ديالو كاملين عادي يجري عادي يتبع مول التليفون تلقاه مشى ضرب غلف باعو وانت باقي يلاه كتسخن، فهمتي؟ واذا تبعتيه بالزربه عندك واحد تشانس ديال 80 حتى 90% انك تجيك اصابه في الهامسترينغ. بعدا هو الاول، وهذه جربها من غدا. ولكن بصراحه ما ندعي ان شي واحد يجربها. اذا ما كنتيش سخون وجريتي 100% تتلقى هذه القضيه. هذه كتجي عاوتاني مع لاج، يعني قد ما كبرتي قد ما كيكون عندك مور تشانسز باش تاخذ الانجري. غير هي كنقول لكم دابا صغار وكبار كيتفرجوا فيا بداو ستريتشين، راه مهم حتى العضلات، مهم حتى لضخ الدم، ومهم حتى البلاد فلو اللي حاجه مهمه للانسان اللي باغي يطول. يعني كاع الناس اللي دابا صغار انا عارف باللي انت ما محتاجش للستريتشين، حيت انا فاش كنت صغير ما كنتش محتاج ليه، ولكن فريمون ملي كتستريتشي راه كتعطي لراسك واحد الحظوظ اوفر توصل للماكسيموم الطول ديالك، باسكو فريمون كل واحد والجينات ديالو مي توصل للماكسيموم ديال الطول ديالك. الحاجه السابعه هي كدير كارديو قبل التمرين. كارديو قبل التمرين تقول لي راه تسخين، انا متفق معك، ولكن ديفرين كارديو ديفرين بروبرتيز. دابا المشكله هي كارديو على حسب شحال دقات القلب وعلى حسب واش ايروبيك ولا انيروبيك. يعني بحال دابا قلتي دا كارديو اذا كان واحد الانسان الوزن ديالو 90 كيلو عنده البادي فات 10% تقريبا، دقه القلب ديالو واحد 130 في الكارديو، دونك هذا الكارديو ما كيكونش كيستهلك جهد عضلي، كيتسمى ايروبيك اكتيفيتي. والمشكله هي انه الناس كيسحبون باللي السورس نمبر 1 اللي كيخرج منها الفات هي العرق، ما هي التنفس. هذاك الزفير هو اللي كيخرج الفات. وهذه العمليه ديال ان اذا خليتي دقات القلب ديالك نازلين واحد شويه في واحد الرينج ديال 125 135 كتخلينا عندنا حظوظ اوفر اننا ويوز فات از ان انرجي، باسكو غادي نحتاجوا جلايكوجين جلوكوز فاش غادي نديروا جهد عضلي اللي خاصو واحد الجريتر سورس اوف باور. وديك الجريتر سورس اوف باور في الثيرمودايناميك اتس بيان سور الجلوكوز اللي عندنا في الجسم ديالنا اللي كيتبرك هذا ونتاكلوا قبل لاصال، ولا الجليكوجين اللي مخبيه في العضلات ديالنا. ما ديرش كارديو اللي يكون متعب قبل من لاصال، ديما كارديو بعد لاصال. مي تقدر دير واحد بحال قلتي واحد البتيت فولي قبل لاصال، ولا تسخن في تريدميل قبل لاصال، ولا دير الحبل قبل لاصال غير باش تضخ الدم ديالك وتسمى غير سخنتي. مي باش دير كارديو فول وعاد تريني it doesn't work out this way. الحاجه الثامنه هي كتريني اكثر من طاقتك في لاصال. يعني بيان سور كو ولا بد خصك تمشي لاصال خصك تريني مزيان، مي اذا كنتي كتريني يعني واحد 3 السوايع كتبقى فريمون 3 السوايع الريشيو ديال النهار كامل في 24 ساعه. اول حاجه ما صالحاش، ثاني حاجه فريمون ماشي افيكتيف، واخا تكون شحال ما كنتي كترتاح. الا كاين الناس اللي كيديروا دي بروغرام اللي كيترينيو غير 3 ايام في السيمانه وكيكون داكشي بازي على داك الانسان. مي اون افريج ما نصح حتى شي واحد يفوت في لونطريمون ديالو واحد ساعه ونص راه بارفي. ساعه ونص غتجي تسخن تريني الميوسكل ديالك مزيان، تستريتشي، دير شويه كارديو، بارك عليك. يعني اون افريج ساعه ونص راه فريمون مخيره.
3 السوايع يحتاجوها ناس اخرين. مي انا كندوي اون افريج صراحه. الحاجه اللي ما غاديش تهندري البروغريس ديالك هي انك خصك تريني 1 ساعه ونص. اذا ترينيتي اكثر الكورتيزول كيبدا يرتفع، وبيان سور كتبدا تستيفا، العضلات ديالك كيبداو تستيفاو، وما مزياناش يعني صراحه ما مزياناش. ما تطولوش في لاصال بزاف، حاولوا انكم تكونوا افيكتيف، ترينيو العضلات ديالكم مزيان، ترتاحوا في الوقت وتخرجوا من لاصال. يعني حاول انك تنظم وقتك، باسكو فريمون اذا بقيتي في لاصال كدوي هنا كتمشي هنا كتسمع هنا ما هنا كتسمى صراحه كتضيع الوقت. ما كتشربش الماء بزاف، هي الحاجه التاسعه. ما كتشربش الماء بزاف. البادي كتكون من ما بين 52 حتى 73 في البيك ديال الماء، يعني على حسب لاج ديال الواحد، من بيبي حتى الراجل كبير، ولكن البيك ديالها كيكون من 25 ل 50 سنه وكيكون 73%. يعني راه فريمون الجسم كيتكون من الماء. وهذه القضيه ما كاينش باش نشرحها. ليدغاتاسيون عندها علاقه بزاف بالالكترولايت، فونكسيون ديال القلب، الفونكسيون ديال لي ميوسكل، ترونسبورطاسيون بالدم، بكل شيء، لدرجه ما محتاجش نشرحها. الماء مهم، ما محتاجش لاش نشرحها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما محتاجش نشرحها صراحه. غير هي فريمون كنديسريغارديو وما كنشوفوش وما كنديروش هذه القضيه. ما عرفتش علاش، حيت كنشوف الناس فريمون ما كتشربش. باسكو فريمون الماء يقدر حيتاش ماشي بنين وحيتاش بورين باش تشرب الماء، مي فريمون خصك تشرب. وانا ندوي عن نفسي، انا كنشرب الماء بزاف وما كنشربش فاش كنكون عطشان. كنشرب حيت خاصني نشرب، خاصني نكمل 5 يطرو في النهار. شت قرعه كنديرها قرط كنمشي للطواليت حاشاكم بول عادي نورمال. خاصك تشرب. ونبقى مع الحاجه العاشره، كدير اونطريمون ما كيعجبك الستيل ديالها. هذه اتس مور فيلوزوفيكال. ملي كدير اونطريمون ما كيعجبك الستيل ديالها، ما كتونجاجاش مزيان في الماسل مايند كونيكشن، كتريني وانت ما مرتاحش، كتمشي لاصال وانت ما مرتاحش. صراحه النصيحه هي الواحد انه يدير شي حاجه اللي كتعجبه في لونطريمون. وصراحه يعني بين قوسين، ماشي بالضروره تريني ديما الحديد، تريني رياضات اخرين، جرب رياضات اخرين اذا فريمون كان الهدف ديالك غير جسم عادي. باسكو ماشي كلشي باغي يولي بادي بيلدر. البادي بيلدر رياضه زوينه، الفيتنس بيان سور كل شي حاجه زوينه وكلشي خصو اتشيفي هذه الحاجه، ولكن ماشي بالضروره انك دير بنش بريس باش كاين الرياضات بزاف اللي تقدر ديرهم وتقدر ديرهم انكوربوريشن مع الحديد. تقدر ديرهم بيان سور مع باراليل مع الحديد. تقدر تريني الحديد بوكسين، حديد كيك بوكسين، حديد بي جي جي، حديد تنس، حديد باسكيت، حديد كره، يعني وتكون انسان فليكسيبل. باسكو افان كونت فريمون حتى البادي بيلدرز اذا لاحظتوها ملي كيسالوا الكارير ديالهم كيقلبوها هيلتي، كيبداو ياكلوا هيلتي، ما كيبقاوش يترينوا بزاف. حيتاش اذا كنتي بغيتي تكون بادي بيلدر اتس كارير، لان كنشجع عليها صراحه باسكو جود كارير. ولكن هادشي كيبقى اختيارات شخصيه. باسكو هذا انا حياتي كيفاش عشتها، درت بطولات، جهزت ناس البطولات وعزيز عليا هادشي. مي انا دابا كندوي من واحد المنظور يعني ديال الانسان بعقليه، ماشي انني حتى شي حاجه كنديرها نقول لكم راه زوينه. ماشي بالضروره انك تريني، المهم هو تاتشيفي واحد الفيتنس ليفل زوين. اوكي وفقوا معايا صاحبي، وفقوا معايا. المهم انا كملت لكم 10 ولكن بغيت نزيدكم 11 هي دوك التريدرز اللي كينصبوا عليكم. اوكي ما تبقاوش تتبعوهم، راه فريمون ما غاديش تطفروا في لاصال. وخي ما عندها حتى علاقه، ولكن ام ريسست، انا عنصري. ما تبقاوش تتبعوا دوك التريدرز. يو كان معكم ميتزاك. ان شاء الله غادي نشوفكم فيديو جديد من هنايا واحد 3 ايام. دخلوا عندي الانستغرام كنلو حريلات زوينين، شجعوني بلي كوموند ديالكم. اذا عجبكم الفيديو بقيتو حتى لهنايا ديروا كومنت زوين، ولا اذا بقيتي الفيديو حتى لهنا كومونتي كمل لي. المهم انا كملت لكم، كملوا لي. ايوا